السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متابعين تربيه الطيور مع الحواوشي، اهلا وسهلا بكم. احنا هنتكلم مع بعض عن حاجه مهمه دلوقتي، التجهيزات اللي موجوده في المكان. انا ما ينفعش يكون عندي مكان ما يكونش فيه تجهيزات وابتدي اربي في الصيف بالذات. يعني ليه؟ لان الجو الايام دي بقى زي ما انتم شايفين موجه حر جايه من بكره 41 وماسك 10 ايام. فالحر في العمر الكبير، سيبك من العمر الصغير، العمر الصغير الفرخ هيستحمل كل حاجه، الكتكوت هيستحمل معاك. لكن انا بحسب على العمر الكبير، انا هنزلك في العمر الكبير ههوي ازاي؟ ما عنديش مكان بحري، ما عنديش كذا. وفي فيديو احنا عاملينه على القناه بتاعتنا تربيه طيور مع الحواوشي، هتلاقيه فيه ازاي تصمم مزرعه صغيره على السطح، وبنتكلم فيه ان لازم ضروري الاتجاه البحري للمكان يكون مفتوح، ما حدش يقفله لا جار ولا غير جار لو انت هتربي على السطح. لكن انا دلوقتي الجو حر، لازم يبقى عندي خلايا تبريد وشفاط. لو ما عنديش الحاجات ديت يبقى ما ربيش. او البديل بقى للكلام ده كله ايه؟ لو انا عاوز ما اكلفش نفسي ولسه ببتدي عاوز اعمل مشروع وابتدي ادور امور زي ما بيقولوا، يبقى لو انت عندك مكان بدرون يكون رطب والجو كويس، او بيت مبني قديم، الحاجات دي كلها بتبقى رطبه وتقدر تربي فيها بشويه مروحه عمود كده ستاند، ما شاء الله تعمل شغل زي الفل، وباذن الله ما يحصلش اي مشاكل. يبقى هو ده البديل. اما لو هتربي على سطح او مكان وعاوز جهاز مكان، يبقى لازم يكون في تبريد خلايا وشفاط، ولازم الكلام ده كله. اول فكره اللي احنا عملناها من يومين هنا في البرنامج اللي هي موجوده، ان انت تعمل الجدران كلها عباره عن سلك، وتبتدي انك تهوي، ونظام الستاره بقى تفتح الستاره بالنهار وتقفل الستاره بالليل، ده كله بيهوي انك تهوي المكان بطريقه كويسه. غير كده ما ينفعش، درجات الحراره عندنا بقت عاليه جدا، ما ينفعش. غير لو انت جهزت المكان هتبقى مستريح، ما جهزتش انت بتعرض مالك للخطر، وممكن لا قدر الله يحصل نفق وتخسر 100%. عشان المكان يبقى جاهز يبقى لازم خلايا وشفاطات عشان خاطر المكان يبقى جاهز وتمام. لو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير على الفيسبوك. لو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناه تربيه الطيور مع الحواوشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.